الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الأفاضل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر هذه الأمة المباركة، لا سيما في هذه الأيام المباركات، أيام مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي شهره المبارك. حقيقة يسعدني أن أتقدم كلمات لفضيلتكم ليكون هذا شيئا بسيطا أو تذكرة لما عندكم، ليكون لنا أجر وسيكون لكم إن شاء الله بداية خير. وكل واحد منا يحاول أن يتقدم على وحدة الإسلامية أو وحدة الأمة الإسلامية ما في باله وذهنه من أفكار، ليكون هذا العصر الجديد الذي يأتي يكون لنا عصر عز ونصر. عنوان محاضرتي حول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لأجل الوحدة الإسلامية. بداية، لا يسعني أن أرى أن هناك واجبا أولى بأن يطلق عليه واجب الوقت من واجب الوحدة الإسلامية. فكل الأعمال في الإسلام العظيم والجهاد في سبيله والدفاع عن حرماتنا واجبات كبرى يستدعيها واقع الأمة، فإن هذه الواجبات الكبرى غير ممكنة التحقيق بدون الوحدة الإسلامية. لذلك وبمقتضى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن هذه الوحدة واجب مقدم ومقدس. وكم من واجبات أهملت وتوقفت بسبب عدم الوحدة الإسلامية، وكم من أمراض في الصحوة الإسلامية مصدرها عدم الوحدة بين المسلمين. لذا من الضروري أن نتكلم حول هذا الموضوع وأن نقف برهة من الزمن في ظل ما يهم الأمة الإسلامية بدل المصالح الشخصية والمصالح الصغيرة. ومفهوم الوحدة الإسلامية مفهوم واضح ومحدد، وهو أن يكون المسلمون أمة واحدة ومتحدة، لا مجرد شعوب إسلامية متفرقة. والفرق بينهما يتجلى في عنصر الهدف الواحد الذي يسعى لأجله الجميع ويغيب بينها التنازع والتناحر لأجله. إذن الوحدة الإسلامية معناها أن تجتمع قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، ومن معانيها أن يتعاون المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تعاونا ثقافيا وحضاريا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ومن هنا فوحدة المسلمين هي وحدة القلوب ووحدة الكلمة ووحدة الهم والهدف والغاية، وهي وحدة ثقافية وحضارية واقتصادية، وأخيرا سيكون وحدة عسكرية وسياسية بإذن الله. وقد أمر الله تعالى بالوحدة في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد شبه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالبناء الواحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبههم أيضا بالجسد الواحد، وهذا من قوة الترابط والتماسك وعظيم الإحساس الذي يربط المسلمون بعضهم ببعض، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذه العجالة أود أن أذكر الخطوات العملية التي يجب اتخاذها لأجل وحدة الأمة المجروحة، لأن الوحدة الإسلامية ليست شعاراً يرفع في المحافل والمجتمعات والاجتماعات أو المؤتمرات، بل هي منهج وثقافة تقوم على أسس معينة. فكلنا نعرف أن هناك إحساساً بين المسلمين مهما كانت تباعدت أقطارهم وتفرقت بينهم بسبب حدودهم، فهم جميعاً إخوة في الدين
اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكلنا نعلم أن التآلف بين المسلمين أي التقارب والامتزاج والالتئام والالتحام النفسي والشعوري بين المسلمين مع بعضهم، وكلنا نعلم يقينا أن قوة المسلمين الحقيقية في ألفتهم وتقاربهم، حتى أعداؤنا يعرفون ذلك. فالله تبارك وتعالى يمن علينا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وكلنا أيضا نعلم أسسا معينة في التحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن نصوص القرآن من التفرق والاختلاف. ليس التفرق معناه تفرقة الأرض أو فرقة الأرض أو اللسان أو غير ذلك، ولكن الفرقة فرقة القلوب. حذر الله تبارك وتعالى من هذه الفرقة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولو لم يكن بيننا إلا هذه الآية الكريمة المباركة لكفانا عظة وعبرة، لأن كل منا رأينا بأم عينينا نتائج التنازع بيننا، ورأينا كيف ذهب ريحنا ولم يبق لنا أثر وهيبة في الساحة السياسية والعسكرية العالمية. فيا إخواني وأخواتي، أنا دوما أفكر وأنام مع كيفية الوصول إلى نقطة النهضة الإسلامية وتحويل زمن ذلنا بزمن العز الإسلامي، وأنا على يقين أنكم مثلي. فكم قرأنا ووقفنا على عبرات المفكرين العظماء الذين سطروا لنا الكثير والجميل في كيفية النهضة الإسلامية. فمثلا الشيخ محمد عبده نقرأ أنه يرى أن النهضة الإسلامية يبدأ من الإصلاح الوعظ الدين، والمفكر العظيم مالك بن نبي يرى نهوض الأمة في نهوض فكره، وأستاذنا العظيم سعيد النورسي يرى إنقاذ الإيمان هو الوسيلة الوحيدة في قيام الأمة من جديد، وسيدنا حسن البنا يرى أن التنظيم مع التربية هما معا سبيل الوصول إلى الحكم والسلطة، إلى غير ذلك من الأفكار، من أفكار أفذاذ الأمة وفحول هذه الأمة. ومع كل ما مر من عظماء فنحن اليوم كما كنا سابقا. فيا أحبتي، الوحدة الإسلامية هي السبيل الأسرع والأصوب لنهوضنا وقيامنا، ولكن أمتنا أعداؤها يعرفون كيف تفكر الأمة وكيف تحاول القيام وكيف يسدون علينا كل طريق يوصلنا إلى صلة بعضنا ببعض، ويبذلون قصارى جهدهم في تفكيكنا ثم تهميشنا. فكثير من شباب أمتي الجسد الواحد لا يعرفون قيمة الوحدة، بل يتباهون في التفرقة والتملق بالأفكار الشاذة والمفرطة. وكم أتألم حينما أرى شباب هذه الأمة يموت لأجل دينه إخلاصا ولا يعرف قيمة الوحدة الإسلامية ووحدة أمته. والوسائل كثيرة اليوم في تحقيق الوحدة الإسلامية، فأهم ما نعمله اليوم هو المحاولة والجد لمسألة توحيد الأمة الإسلامية. والوسائل غير منحصرة، والمفكرين تكلموا على وسائل كثيرة، وفي كل عصر ووقت لابد أن هناك طرقا جديدة ووسائل جديدة للتغلب على فكر التفرقة ولالتئام المسلمين بعضهم ببعض وتنسيق المسلمين بعضهم ببعض. فحقيقة كم نحن شباب ونفكر أن نبدأ بفتح قرية صغيرة ثم قرية أخرى إلى دولة ودولة أخرى ليرجع الإسلام مرة ثانية، وهذا فكر ممكن وقوعه، ولكن اليوم
بعيد أن يتحقق في الواقع وفي هذه الأزمان السياسية. وكلنا فكرنا كيف نحاول أن نرجع الهيبة الإسلامية للعالم الإسلامي، ولكن كلنا مخاطبون بواجب لا ينظرنا، واجب عظيم، واجب اليوم لا ينظرنا ولا يهملنا. لذلك يجب أن نسعى لإيجاد البيئة التي تسهم في تحقيق الوحدة في أي صورة تتحقق وعلى أي وجه تأتي، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير والفعاليات العملية والتربوية والسياسية تعد واجبا عاجلا لا يسقط بذريعة انتظار الصورة المثلى. ومن الفعاليات يمكننا أن نسرد قليلا من هذه الفعاليات العملية، والمجال مفتوح لعقولنا كي نفكر بالوسائل الجديدة والمتطورة لتوحيد الأمة الإسلامية. أولا، قيام مؤسسات تربوية تهتم بتربية المجتمع على الأخلاق تربية عملية التي تحقق الوحدة في إطارها الأخلاقي، وتعمل على نشر ذلك في الأمة بكافة وسائل النشر المتاحة، وتركز اهتمامها على الكوادر المؤثرة. ويبدو أن هذه الخطوة خطوة فريدة ووحيدة وعملية ومفيدة اليوم، وحيدة من حيث العمل، ولا سيما المحاولة في إفهام عامة الناس أهمية الوحدة الإسلامية، وهذا من أهم واجبات الوقت للدعاة. وثانيا، يمكننا أيضا إنشاء رابطة إعلامية مستقلة قوية تقدم نموذجا مثاليا في العمل الإعلامي الذي يتصف بالمهنية والمصداقية، ويسعى في نشر منتجات المؤسسات الأخرى، كل المؤسسات، ويكون اهتمامها الأكبر هو نشر الوعي المرتبط بواجب الوحدة في دوائرها المتعددة. ومع ما مر، يمكن للدول الإسلامية التي تتمتع بنوع من الاستقلال أن يحاولوا التقرب فيما بينهم من الجهة الاقتصادية والتعاون السياسي والعلمي حتى والعسكري، إذا الله تبارك وتعالى أعطانا فرصة. وقد يكون للعلماء من التخصصات المختلفة والجامعات والمؤسسات العلمية وغيرها دور كبير في هذا، إلى جانب بعض الدبلوماسيين المعروفين بإخلاصهم. فإذا ما رأيناه ضروريا من واجب الوقت عمليا في هذا اليوم أن الخطوة الأولى على دعاة هذه الأمة ومشايخها الكرام في تأسيس مؤسسات تهتم بالوحدة الإسلامية. الخطوة الثانية وعلى الإعلاميين فتح قنوات خاصة جديدة في أجل خدمة الوحدة الإسلامية. والثالثة على الدول الإسلامية التقارب فيما بينهم. هذا ما بدا لي وقررته بين يديكم وتكلمت عليه، والباب مفتوح لمجال في هذا المجال لكل الإخوة والأخوات أن يفكروا كيف نجتمع الأمة، فهذا واجبنا الضروري. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا أبواب الخير، وأن نرى بأمنا نصر الإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغ سلامنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا على هذا الملتقى المبارك، وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.